هنسمعك ونشوف انت جاي تشتغل ايه. انا ايجابولوجيست. جاي تشتغل ايه؟ جاي تشتغل ايه؟ انا هحل لكم كل مشاكلكم اول ما تيجوا تقعدوا معايا. دكتوره بيطري. انا جاي اشتغل عندكم سفير. وهنعرف انت اخترت الشغلانه دي ليه. شكلي كيوت. وبعدين جو بارل فرونسي كوم لو بتيز اوازو. يا ليبي ان انا هغير حاجات كتير قوي يا استاذه. خلينا هنا بقى اظبط، خلينا هندس. ماشي هندسه. صلاة النبي احسن. وما تفتكرش ان الكلام بس كفايه عشان تشتغل، احنا اللي هنقرر اذا كانت الشغلانه تنفعك ولا لا. بعد كل ده خدتوا افكاري. هو انا كده اترفدت؟ تشوفي ايه، انا مؤهل. وشايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ وهنسمع وهنعرف مين جاي يشتغل ايه النهارده مع همسة امام على الراديو 90. انجي وجدان، جايه تشتغلي ايه النهارده؟ بصراحه انا جايه اشتغل طفله. طفله؟ اشمعنى؟ عشان طفولتي كانت احلى مرحله في حياه اي بني ادم. احلى من اي وظيفه انت شايفاها؟ اكيد. طيب عشان هي ما عندهاش اي مسؤوليات مثلا؟ ليه؟ كان عندنا مسؤوليات مهمه جدا. هنلعب امتى؟ هننام امتى؟ هناكل امتى؟ هنشرب امتى؟ يعني ده كان مسؤوليات رهيبه طبعا. طب انت شايفه كده، لو انا عماله اقرا السي في بتاعتك كده وبشوف انك انت مثلتي في ادوار حلوه وكلها دلع وكلها شقاوه، طب هتفرق كتير عن انك انت عايزه تكوني طفله؟ الادوار اللي عملتها كلها فيها شقاوه، حاجات فن وحاجات ظريفه وبتاع، بس مش فيها برضه مسؤوليات على فكره. يعني حتى في تامر شوقية مثلا كان عندي مسؤوليه ان انا هتخطب لهيثم، وازاي اخلي هيثم يمشي على عجين ما يلخبطوش وكده. انما الطفوله انت مسؤولياتك مختلفة. يعني دلوقتي انت مثلا بتلعبي بلعبة محددة، انت مسؤوليتك ان انت ما تخسريش اللعبة دي مثلا. عايزة تروحي تباتي عند صاحبتك، فانت او حتى لا، يمكن كمان انا عايزة قبل الفترة دي فكرة ان انت نتكلم مثلا في 3-4 سنين كده. ده حلو. يعني ده انت عايزة ترجعي 4 سنين؟ يعني 3-4. بس ليها برضو على فكرة يعني مزاياها وعيوبها. هو في حاجة يعني ملهاش مزايا وعيوب، بس أنا بتهيالي العيوب بتاع الطفولة مختلفة شوية. طب إيه هي العيوب؟ خناقتك مع مامتك عشان انت عايزه تسهري شويه زياده، الخناقات بتاعت ان انت لازم تاكلي وانت مش عايزه تاكلي، نفسك في تشوكلتس وحاجات حلوه كتير ومامتك مش عايزه تديكي الحاجات دي. لو انت على الحيطه مثلا، يعني عايزه تعملي رسمه فنيه فعملتيها على الحيطه، فدي خناقه مع مامتك. ما عندكيش اختيارات، خلي بالك. ما عندكيش حريه الاختيار. لا عندك، انت بتختاري بمزاجك اللي انت عايزاه. لما انت دلوقتي مامتك تجبرك على حاجه، انت بتتخانقي معاها في الاخر وبتعملي اللي انت عايزاه. تفتكري؟ مش لو عيطتي شويه، مش احنا لما اهالينا بيشوفونا بنعيط بيضطروا اللي هو طب خلاص اعملوا اللي انتوا عايزينه. يعني انت هتتبعي الاسلوب ده، الزن والعياط؟ بصي، هو ده دايما يعني اكتر حاجه بتنجح في اي حته. الله يكون في عون مامتك. والله يعني هي مامتي برضو كانت يعني لا بصي، يعني هي استحملت منا كتير الصراحه. طب قولي لي ايه الحاجات اللي انت كطموحات عايزه تحققيها وانت عمرك 4 سنين، لو انت النهارده بعقلك ده؟ بصي، ان انا يبقى عندي حيوانات كتير جدا، ده قمه المسؤوليه. طبعا مش انا اللي هنضف وراهم ولا اللي هاكلهم، انا هلعب معاهم بس يبقى عندي شغلتك انك تلعبي. اكيد، ما هي دي اساس شغل الاطفال. يعني في طفل بيعمل اي حاجه غير كده بتتعبي جدا الحقيقه بصراحه. مش بتقعدي تجري لما يبقى عندك كلب ولا حاجه، تقعدي تجري وراه وتفرهدي وتنطي وتتشقلبي وتعملي. طب ما ده متعب على فكره. يعني انت واضح ان انت ما عشتيش طفولتك على فكره. طب قولي لي، انت دلوقتي اثرتي موضوع مهم جدا، ان انت شايفه انك انت وانت طفله هتستمتعي بالحياه اكتر عشان المسؤوليات اقل. بنسمع كتير عن اطفال عباقره يعني. لا، وانا مش عايزه ابقى طفله عبقريه. ابقى طفله عبقريه ليه؟ بوظت طفولتي. يعني اقعد بقى احل يعني هقول لك حاجه. يعني انا اخويا وهو صغير كان عبقري، بس كان برضو بيستمتع بطفولته. خدنا ايه بقى؟ يعني خدنا ايه من العبقري؟ لا والله كان بيستمتع بطفولته، وكان الاكشن كان فيري كرييتيف في المصايب. يعني دي كانت ميزته، ان هو عبقري قوي، بس عمره ما دخل بقى في العبقريه اللي هي بقى مركز قوي بيذاكر كتير قوي الجو ده. لا، العبقريه المدمره.
ايوه العبقريه دي حلوه، هي دي ممكن، دي حلوه. يعني انا ممكن ابقى عبقريه بالطريقه دي، انما عبقريه بقى ان انا بقى اعمل مش عارفه ايه واخترع. ليه بوظوا الطفوله يعني؟ ليه يعني واحد عنده 3 4 سنين ولا حتى 6 7 سنين يعملوا فيه كده؟ ما يسيبوه يعيش طفولته، لما يكبر يبقى يعمل اللي هو عايزه يعني. هنعرف انت جاي تشتغل ايه النهارده مع همسة امان على الراديو 90. هنعرف انت جاي تشتغل ايه النهارده مع همسة امان على الراديو 90. طب لو قلنا دلوقتي انتي طفلة عمرك 4 سنين وحواليكي أطفال تانية، هتتعاملي معاهم ازاي؟ هل هتتعاملي معاهم ببراءة ولا هتشغلي مخك؟ لا طبعا ببراءه. في طفل بيفكر فيه؟ لا مش الصراحه. لا يعني انا هقول لك حاجه، هروح لواحده اقول لها ممكن نبقى اصحاب زي ما كنا بنعمل واحنا صغيرين. انا فاكره الموضوع ده كده، ممكن نبقى اصحاب. لو بقى قالت لي لا خلاص انا هحاول اتكلم معاها تاني. ليه؟ اروح اشوف ناس صحاب تانية واغيظها بقى ان انا بقى ليا اصحاب وهي مالهاش صحاب. طب لو الوظيفة دي احنا اديناها لك انك انتي تبقي طفلة لمدة اسبوع في حضانة اطفال، هتتعاملي ازاي مع كل الناس حتى مع مدرستك في الحضانة؟ بصي انا بحب الناس تحبني، فانا الميك شور ان كل الناس تحبني. هبقى لذيذه مع الناس كلها، هلعب هشير، هجيب حاجتي واديها للناس نلعب بيها. بس لو حد كسر لي حاجته هكسر له حاجته. ولو حد ضربك؟ لا طبعا هضربه طبعا. انت فاكره ان انا كنت طفله بتضرب واسكت؟ ده انا كنت بضربه عادي جدا، اللي يضربني هضربه يعني، واللي هيبقى لذيذه هبقى لذيذه معاه، المعامله بالمثل. طب وايه الانشطه اللي انت هتشتركي فيها؟ اي حاجه ريليتد للرقص، انا بحب الرقص جدا. رياضه، عشان وانا صغيره كنت رياضيه جدا، كنت بحب الرياضه جدا. بحب البالينائي طبعا عشان ده، فهرجع تاني انا. وهربي حيوانات، ده مهم جدا على فكره. موضوع ربي الحيوانات ده مسليين قوي قوي. تتوقعي ان احنا هنديكي كام في الاسبوع عشان تبقي طفله؟ والله يعني انا عايزه اخد شوكليت كيك كل يوم، وعايزه ممكن كل شهر باربي جديده، او لا بلاش باربي، تبقى لبس باربي. وممكن على اخر السنه كمكافاه تجيبوا لي بيت باربي. انت داخله على طمع. لا ما هو ده الطبيعي، ما هو لازم يبقى فيه نقاش وفصال في الاوفرز يعني. هقبل باي حاجه؟ لا طبعا. لا احنا ممكن اكتر حاجه نديكي شوكليت او يعني شوكولاته وخلاص، يعني هي دي اكتر حاجه في الاسبوع ممكن نعملها بصراحه، لان انت كده يعني هتخرم لنا الميزانيه. لا الموضوع مش صعب يعني، انت لو فكرتي فيها، انت دلوقتي هتديني شوكليت كل يوم ولا حاجه، اوكي، وبعدين تيجي على اخر الشهر تديني، ما هو في مكافاه اخر الشهر، تديني فستان باربي ولا حاجه، وبعدين اخر السنه ما هو لازم يبقى فيه مكافاه السنه كلها، بتديني بيت باربي. يعني المشكله، ومش لازم كل سنه يبقى بيت باربي، ممكن مره بيت باربي، ممكن عربيه باربي مره، ممكن المهم تكون حاجه باربي وخلاص. ديفينتلي يعني. طب في يا انجي سؤال كان نفسك ان انا اساله لك وما سالتهوكيش؟ لا تهيألي انا كده يعني مستمتعه بفكره ان انا ابقى طفله دي. طيب في حاجه عايزه تقوليها لمستمعين راديو 90؟ اولا احب اقول لكم ان انتوا لازم تفضلوا اطفال، محدش يكبر، ما تخلوش الحياه تاخدكم في الحياه بتاع الدوامه بتاعه الحياه، وان انتوا تحسوا نفسكم بقيتوا عندكم 50 سنه فجاه وانتوا لسه ما كملتوش 20 سنه، واستمتعوا بطفولتكم، وخلوا اطفالكم، وابعدوا اطفالكم شويه عن الالكترونكس، ورجعوهم تاني يلعبوا باللعب، بالبورد جيمز، بالحاجات اللي هي بالكوتشينه بتاع، يعني ابعدوهم شويه بس والنبي عن الكمبيوتر والتلفزيون، عشان بس يحسوا بالحياه شويه زي ما حسيناها واحنا صغيرين يعني. رمضان كريم وكل سنه وانت طيبه يا انجي. وانت طيبه ورمضان كريم علينا كلنا ان شاء الله. ميرسي جدا. لا هنسمعك ونشوف انت جاي تشتغل ايه. انا ايجابولوجيست. جاي تشتغل ايه؟ جاي تشتغل ايه؟ انا هحل لكم كل مشاكلكم اول ما تيجوا تقعدوا معايا. دكتوره بيطريه. انا جاي اشتغل عندكم سفير. وهنعرف انت اخترت الشغلانه دي ليه. شكلي كيوت. وبعدين جو بارل فرونسي كوم لو بتيز اوازو. يا ليبي ان انا هغير حاجات كتير قوي يا استاذه. خلينا هنا بقى اظبط، خلينا هندس. ماشي هندسه. صلاة النبي احسن. وما تفتكرش ان الكلام بس كفايه عشان تشتغل، احنا اللي هنقرر اذا كانت الشغلانه تنفعك ولا لا. بعد كل ده خدتوا افكاري، هو انا كده اترفدت؟ تشوفي ايه، انا مؤهل.
وشايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي. وهنسمع وهنعرف مين جاي يشتغل ايه النهارده مع همسة امام على الراديو 90 90.